السلام عليكم يا عم الحاج. اديني كيس ملح صغير لو سمحت. ملح. استنى. انت ناوي تستخدمه في اكل ولا طاقة ولا روحانيات؟ يا عم الله يصلح حالك. اكل اكل. امي بتطبخ ومحتاجة ملح، احنا ناس غلابة. اها، واضح عليك. انا عندي بقى 3 انواع من الملح: ملح عادي، ملح بحر، وملح تنمية بشرية. ويطلع ايه ملح التنمية البشرية ده كمان؟ ده يا سيدي اول ما تحطه في الطبيخ الثقة بالنفس عندك تزيد وتفهم انك مش محتاج لحد وكل الناس تبدأ تحترمك. يا عم اديني ملح ملح مش بروجيكتور. طب اسمع بقى دي، لو اشتريت مني كيسين ملح هديلك كورس مجاني ازاي تفتح غطا البرطمان من غير ما تكسر سنانك. يا عم الحاج انا مش داخل ورشة، انا عايز ملح ملح. طيب قبل ما ابيعلك، انت فاهم يعني ايه ملح اصلا؟ الملح ده رحلة، مش مجرد توابل. رحلة لتعزيز الذات. ركز معايا، لو فقدت طعمك هتفقد قيمتك. يا عم بقى سيبني عيش، انا داخل اجيب ملح ولا اسمع خطبة الجمعة؟ طيب خلاص، انا هديلك الملح بس بلاش الدوشة. 35 جنيه. ليه يا مفتري؟ ده في اي مكان ب5 جنيه يا راجل. آه طبعا، بس ده ملح بريميوم، ملح مستورد، جابوه من كوكب زحل وشحنوه بفريق تنمية بشرية. يا عم والله حرام عليك. بص، أنا هعمل لك أوفر، هتاخد الملح زائد كورس إدارة الموارد الملحية، وهديلك كتيب إزاي تكون بني آدم، مش مجرد حتة طعم. لا يا سيدي مش عايز حاجة، لا كورس ولا كتيب. أنا عايز ملح بس، ملح ملح ياكله البني آدم، مش شهادة علقها على الحيطة. يا حبيبي أنت الخسران، ده أوفر ما يتفوتش. ده أنا كان قدامي ناس واقفة طوابير على الباب مستنيين، وأنا اديتهولك أنت مخصوص. يا سيدي والله ما حد واقف، ده حتى الباب نفسه مقفول بالمفتاح. طيب خلاص، أنا هديلك آخر عرض، مفيش عروض بعد كده. هتاخد الملح ب20 بس بدل 35، بس تتعهد إنك ترجع لي بكرة علشان كورس فهم الزبون. اديني الملح خليني امشي عشان ارتاح واريحك مني. والله انا اللي محتاج افهمك. انا داخل اشتري ملح مش داخل برنامج المواهب. سيبني امشي قبل ما الملح يترفع عليه ضريبة قيمة مضافة. خلاص، خد ب5 جنيه أهو. روح يلا، ربنا يهديك. ماشي يا سيدي. بس اسمع، لو لقيتك بكرة بتبيع شطة ومعاها كورس ضبط النفس انت حر.